دخلت قضية النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي مرحلة حاسمة بعد تأكيد إحالته على المحاكمة بتهمة اغتصاب مفترض تعود فصولها إلى فبراير 2023. ورغم النفي القاطع من قبل دفاع ظهير نادي باريس سان جيرمان وتمسكه ببراءته، إلا أن القضاء قرر المضي قدما في الإجراءات الجنائية، مما أعاد تسليط الأضواء الدولية على القضية التي هزت الرأي العام الرياضي. في خضم هذا الضغط الإعلامي والقانوني، اختارت الممثلة هبة عبوك، الزوجة السابقة لحكيمي، الخروج عن صمتها عبر منصات التواصل الاجتماعي. ونشرت عبوك رسالة مقتضبة قالت فيها: نحن هنا لندعم بعضنا البعض في تجاوز هذه المحن مهما كانت. وهي الكلمات التي اعتبرها المتابعون محاولة لإبداء التضامن الإنساني مع تجنب الانزلاق في التفاصيل القانونية المعقدة للقضية. يذكر أن الثنائي قد انفصلا رسمياً مع بداية تفجر القضية في شتاء 2023 بعد علاقة دامت 7 سنوات وأثمرت عن طفلين. ومنذ انطلاق إجراءات الطلاق التي أثارت جدلاً واسعاً حول المسائل المالية، حرصت هبة عبوك على منح الأولوية لحماية خصوصية عائلتها وضمان الاستقرار النفسي لأطفالها، بعيداً عن صخب المحاكم ومنصات التواصل.